في إحدى قرى الصعيد العامرة كان يعيش فتاح الصعيدي، رجل بسيط الحال وحيدا لم يتزوج بعد، يرضى بقليلة ويعيش بسلام. كانت له أخت تدعى صابرة، لكنها للأسف لم تكن من اسمها في شيء تجاه أخيها. ورثت صابرة حقها الشرعي كاملا، لكن الطمع والحقد ملأ قلبها بتشجيع من زوجها، فأصبحت تضمر الكرة لأخيها الذي لا يملك سواها. وصل بها الأمر أنها كانت تضع الأذى والقمامة أمام باب بيته يوميا، وفتاح يصمت ويحتسب. وفي يوم أراد فتاح أن يمد مأسورة مياه لبيته، واعترض الطريق مساحة صغيرة أمام بيت أخته، فخرجت صابرة وزوجها كالإعصار. مواسيرك لا تمر من هنا، ولا قطرة ماء تدخل بيتك من أمامنا. وقف فتاح بقلب مكسور ينظر إلى أخته التي هي من دمه، وكيف تحاول مع زوجها تطفيشه من بيت أبيه ليبقى وحيدا في العراء. دار الزمان دورته، وتغيرت الأحوال. فجأة سقط زوج صابرة مريضا بمرض شديد، فأنفقت صابرة كل ما تملك من مال الورث على الأطباء والعلاجات حتى جفت جيوبها، وأصبحت لا تجد ثمن الدواء لنفسها حين تعبت هي الأخرى من الهم والتفكير. انغلق الأبواب في وجهها وابتعد عنها الجميع. وصل الخبر إلى فتاح، لم يتردد لحظة ولم يقل هذا جزاء ظلمها، بل ذهب إلى بيت أخته ودخل عليها وعلى زوجها ومعه الدواء والطعام، ووضع ماله تحت أمرها. قالها بكلمات هزت جدران البيت: يا خيتي، البيوت بتبنيها الطوبة، لكن الأخوات بتبنيهم المحبة. أنا أخوك وسندك يوم يميل بيك الزمن. بكت صابرة بكاء مريرا، وارتمت على يد أخيها تقبلها، وأدركت أن زوجها والمال والورث لا يغنون عن عزوة الأخ وصدره الحنين. ومن يومها صار بيت فتاح وصابرة بيتا واحدا يملأه الود بعد سنوات من الجفاء. الحكمة: الأخ هو الصور العالي الذي يصد عنك ريح الزمن، والمال يروح ويجي، لكن الأخ لو ضاع ما يتعوضش بكنوز الدنيا. خافوا على بعض وشيلوا بعض، فالدم لا يصير ماء مهما اشتدت العواصف.